عرفت توصل على الوصف؟ ايوه. برافو عليك، اتفضل. يا اهلا يا اهلا. شكرا. تتعشى؟ لا لا مش جعان. يا عم انا مالي ومالك، انا هموت من الجوع، وحظك الحلو بقى معاك اجدع طباخ في الدنيا. تمام. مش مصدق ولا ايه؟ يا عم براحتك. ده انت ضايع. طباخ عظيم زيي محتاج ناس كتير زيك كده تنفذ بعض المهام. الاول هتغسل المواعين، بعد كده بقى اقول لك على شويه حاجات تعملها. ماشي. مش قله ذوق مني والله. بس انا امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي لما تلاقيني زعلان اله نفسك في اي حاجه، فيش غلك في اي حاجه تلاقي نفسك رقت على طول. حاضر. طب انا ذنبي ايه؟ ما انا بقالي سنين ساكت. يعني هان علينا يا بابا يمشي؟ يا بنتي مش قصه يمشي، قصه تدبروا ان انتوا تقولوا لي اعمل ايه. برضه لازم نطمن عليه. موبايله مقفول. انا والمصحف ما مصدقه. سعد مش اخويا؟ امال مين يبقى اخ؟ ده كان احن حد في الدنيا. انا وحشني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش هرتاح إلا لما اطمن على ابني. في يوم واحد يحصل لك كل حاجة حلوة، تحس إن كل البيبان بتتفتح في وشك. تاني يوم على طول تلاقيك مطرود من كل البيبان اللي اتفتحت لك قبلها بيوم. طب عملت ايه في موضوع التمثيل طيب؟ آخرتها ضلمت فوق راسي. مش فاهم حاجه. ولا أنا، كل حاجة كانت ماشية كويس، وسمعت أكشن بودني، وقلت وعدت وقلت وعدت، وفي الآخر طلعت ما ينفعش حتى أفشل. يا عم ولا يهمك، عادي، ديك جربت وعرفت، ده في حد ذاته مكسب. كنت فاكرك اجدع من كده يا سعد. معقوله تقع كده من اول قلم؟ امال تعمل ايه لو الدنيا بطلت تديك بالقلم وبدات تديك بالجزمه؟ يا ريت. دي ضربتني بالنار. يا عم ما تكبرش المواضيع. انا لو حكيت لك اللي حصل معايا تعرف ان اللي انت بتحكي فيه ده ولا حاجه. بقول لك ايه، انت تاكل لك لقمه، تخش تاخد دش، تغير هدومك وتنام، وتصحى الصبح ترمي نفسك في احضان حسابات زي زركش وانسى. لا لا لا، مش هروح الشغل، انا هخش اخد دش وانام وبس. غلطان يا سعد. انا عن نفسي بروح الشغل عشان المرتب ده هو اللي يخليني اسافر. انا عندي استعداد اعمل اي حاجه ان شاء الله امسح سلالم، المهم اسافر وهيك. كل واحد بيعمل اللي يريحه. ماشي يا حبيبي، براحتك، اعمل اللي يريحك.